مساء الخير يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وفيديو النهارده مختلف يا جماعه، علشان هيبقى فلوج تجهيزات المصيف. انا بصراحه مش عارفه الفيديو ده هيمشي ازاي، يعني مش عارفه هصور لكم المشتريات وهصور لكم التجهيزات، ولا كمان الفيديو هيكمل معانا لما اصور لكم وانا هناك. انا مسافره يا جماعه المره دي، اخدين شاليه يومين، وانا بصراحه اللي حاجزه مع صاحب الشاليه. انا ما شفتوش على الحقيقه الشاليه ده ابدا، ولا اعرفه ولا حجزنا فيه قبل كده، فطبعا يعني انا متوتره جدا جدا لان انا اللي حاجزاه، وناس كتير قوي معتمده عليا، واحنا حاجزين كذا شاليه مع بعض لان احنا طالعين انا ومامتي واهلي يعني واخوالي. فانا بصراحه المصيف ده يعني عيال يا جماعه، انا ما بحبش اطلع المصيف لوحدي ابدا، لازم اطلع مع اهلي بقى واخوالي وكده. فانا بحب المصيف اللي بيبقى عيله كده مع بعضها، بس كل واحد فينا اخد شاليه لوحده. فانا طبعا حاجزه لهم كلهم، فربنا يستر لان انا ما شفتش الشاليه، يعني ما اعرفوش وما شفتوش قبل كده وما روحتش زي ما قلت لكم قبل كده، فعشان كده انا متوتره قوي. ما علينا، انا اشتريت شويه حاجات بسيطه قوي لان انا المصيف ده مش عايزه اصرف كتير هنا، انا عايزه استثمر الفلوس هناك في البلد اللي انا رايحاها. وبالمناسبه احنا مسافرين بورسعيد، ودي بلد انا اول مره اروح، انا متحمسه لها جدا جدا لان انا الشاليه اللي انا حاجزاه المفروض ان هو في حته كويسه قوي قوي، فهنشوف لسه مع بعض، هنكتشف الحوارات دي مع بعض لسه قدام. بس انا عايزه اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها الاول، وزي ما قلت لكم انا اشتريت حاجات بسيطه ولسه هشتري حاجات تانية، يعني لسه هننزل مع بعض نشتري بقى السناكات والحاجات اللي هناخدها معانا، لان زي ما قلت لكم احنا مش رايحين فندق، احنا رايحين شاليه. فالفرق بين الشاليه والفندق ان الشاليه بتبقي جايبه كل حاجتك معاكي، بتعملي انت الغدا والفطار والعشاء، ما بيبقاش مسؤوليتهم ان هم يسلموكي الشقه بس، ما لهمش دعوه باكلك او بشربك. غير الفندق طبعا، الفندق بيبقى فيه وجبات فطار غدا عشاء، فانا طبعا ماليش علاقه بوجبه الغدا، هي جاهزه، هم اخوالي واهلي هيعملوها، انا بس عايزه اجيب شويه سناكات وحاجات علشان نحطها في الشاليه بتاعنا عشان لو عاوزنا ناكل كده، فهننزل نشتريهم مع بعض دلوقتي. نسيبنا بقى من الرغي ده واوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها. هي بصراحه يعني حاجات عامه كده مش للمصيف قوي، علشان نجرب مطاعم هناك، نجرب كافيهات، نخرج هناك، فعايزه اسيب الفلوس نصرفها هناك في المصيف. الصندل ده لبنتي، وهو في ميزه ان هو بيعمل صوت من هنا كده، بس هنا مفيش الحاجه اللي بتبقى موجوده، هو بس بيعمل صوت من جوه، فمفيش البتاع اللي هي بتعمل صوت هنا، فمش هتطلع، فمش هيبوظ. وهو شكله حلو قوي، والخامه بتاعته بجد طريه قوي قوي، وانا جبته لها عشان هي بتتعلم المشي الايام دي، فده هيشجعها ان هي تمشي اكتر، لان كل ما بتمشي اكتر وكل ما بتعمل صوت اكتر فده بيحمسها. فده شكله كده، وسعره كان حلو قوي، كان سعره تقريبا 180 جنيه، انا مش فاكره بصراحه سعره بالظبط، بس سعره حلو قوي، والخامه بتاعته خطيره وخفيف قوي قوي. كده بقى يا جماعه اشتريت السليبر ده، وده شكله كده، هو فيه زي فصوص لولي، بصراحه شكله حلو قوي قوي، وفيه جليتر كده، لا شكله خطير وخفيف برده زي ما قلت لكم. وده كان سعره 200 جنيه، مكتوب عليه اهو 200 جنيه بس. يا جماعه اشتريت النيلز، وده الشكلين اللي انا اشتريتهم تحفه، الشكلين اتحف من بعض شويه، ودي طويله شويه. النيلز دي يا جماعه خطيره، شايفين لونها البيسي كده او برجندي. بعد كده اشتريت الخواتم دي، وده كده شكلها طبعا مناسبه للبحر جدا، انا شاريه الباكت دي كلها علشان الخاتم ده. كده انا كنت محتاجه كونسيلر، فاشتريت الكونسيلر ده بتاع روز جولد، انا جربته هناك في المحل بصراحه، يعني هي ادتني تيستر كده اجرب منه، فكان التغطيه بتاعته تحفه. وده كده شكله خطير يا جماعه، وكان سعره تقريبا 100 جنيه، فلا سعره حلو قوي، والدرجه بتاعته بصراحه الشيد مظبوطه عليا. بعد كده بقى اشتريت التستر ده او الميني برفيوم ده، ريحته خطيره، ده كده شكله، وريحته يا جماعه تحفه، انا طبعا مش عارفه اوصف ريحته بالظبط، بس ريحته تحفه يا جماعه، تحفه تحفه يعني بجد تحفه، وبيثبت حلو قوي. كان سعر التستر ده تقريبا 50 او 55 جنيه. اشتريت كمان الخاتم ده يا جماعه، هو فيه زي صدف كده، وشكله حلو قوي ومناسب للبحر. المشط ده يعني هما كانوا جايين مع بعض، واحد ليا واحد لبنتي عشان نعمل ماتشنج كده، وسعره كان 25 جنيه. واشتريت كمان المانيكير الشفاف ده علشان انا كنت محتاجاه احطه على كل الاكسسوارز اللي عندي عشان ما تتاثرش بس بالميه، بيقولوا ان هو بيعمل طبقه حمايه على الاكسسوارز. الحاجات اللي انا اشتريتها، وطبعا انا مش هشتري مايوهات يا جماعه عشان انا عندي مايوهات من السنه اللي فاتت، ممكن اشتري واحد لبنتي، هي عندها واحد بس اشتري لها واحد كمان، انما انا بصراحه يعني مش هصرف فلوس في مايوهات لان انا مش بستثمر فيهم بصراحه حاجه خالص. انا عندي المايو اللي هو بيبقى اسود اللي هو البيزك خالص، وينفع تشتري له كفر بقى وتغيري في شكله كل شويه، فانا ممكن اشتري للمايو ده كفر. ده كده البنطلون بتاعه، وده كده شكل المايو، هو اسود زي ما قلت لكم، ما فيهوش اي تفاصيل خالص، بس ما فيهوش كده من تحت، وممكن زي ما قلت لكم تجيبوا عليه اي كفر او اي سكارف عندكم تربطوها عليه، يعني نمشي الدنيا كده تربطوها عليه وبتغيروا شكله 180 درجه. بعد كده يا جماعه بقى عندي المايو التاني، وده كده شكله، هو الوانه حلوه قوي قوي، وبيبقى عباره عن جامب سوت كده، مش زي التاني بنطلون وبتاع، فبيبقى عباره عن جامب سوت كده،
وكمان الكفر ده جاي معاه. فانا علشان كده قلت لكم انه انا مش هشتري مايوهات تاني، انا ممكن بقى اشتري كفر زي ده للمايو تاني. كده مايو بنتي هو بيبقى 2 بيسز. اول حاجه البيس دي اللي هي بتبقى سكيرت، وبعد كده البيس دي. ده كده شكلها، هو شكله حلو قوي، بس انا بصراحه ممكن انزل اشتري لها مايو كمان. بس دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها. لسه زي ما قلت لكم هنزل ادور على مايو لبنتي واشتري السناكات اللي احنا محتاجين ناكلها معانا في السفر. غدا النهارده هيبقى سهل وسريع، وهيبقى سلطه التونه، لانه دي اسهل حاجه ممكن نعملها. لان انا بصراحه مستحيل النهارده اعرف اعمل اكل او اقف في المطبخ او ابهدل الدنيا، لان انا مسافره بكره. ده اللي انا نسيت اقوله لكم من شويه، انا مسافره بكره. انتوا متخيلين لسه ما جهزتش الشنطه، وتقريبا العصر خلاص يعني هيأذن اهو، لسه ما جهزتش الشنطه، لسه ما اشتريتش الحاجات اللي انا عايزه اشتريها، لسه ما جهزتش حاجه الاكل. فمستحيل طبعا اعمل غدا النهارده. فعشان كده هنعمل سلطه التونه سهله وسريعه وخلاص. يعني لبنتي مكرونه هنا علشان هي اول حاجه تعبانه جدا جدا، تاني حاجه هي ما بتاكلش التونه. انا بصراحه ما بحبش الاطفال ياكلوا تونه، ما يستحبش عندي ان هم ياكلوا تونه. فعشان كده هعمل لها مكرونه مسلوقه عادي بشويه بهارات كده، لانها تعبانه قوي قوي وداخله في دور تعب. انا بصراحه خايفاها تنكد علينا المصيف، بس يعني هنحاول نتعامل ونتبسط طالما اخدنا القرار ان احنا هنطلع معاها. انا كنت ممكن اروح اصيف انا وباباها ونسيبها لمامتي، بس انا بصراحه يعني حبيت ان احنا نتبسط كلنا مع بعض كده. فعلشان كده يعني قلت هاخدها معايا. تيجي بقى يعني زي اللي هيحصل، هنحاول نتعامل بشتى الطرق. فانا عملت معاكم سلطه التونه كتير قبل كده، بس في حاجه لو ما بتحبوش التونه او ما بتظبطش معاكم سلطه التونه، حطوا يا جماعه عليها اللي هي السويت كورن دي، اللي هي بتبقى الذره الحلوه اللي بتتباع. وده كده بيكون شكلها، انا طبعا حط عليها الستريتش راب ده علشان بس ما تتبهدلش. ده كده بيكون شكلها من جوه، بتنقل سلطه التونه في حته تانية يا جماعه، وبتخلي سلطه التونه فيها مسكر كده، طعمها بيبقى مسكر شويه. فلا بصراحه بتنقل التونه في حته تانية، هي والفلفل الالوان. يعني هما الاثنين دول بحطهم على سلطه التونه بيودوها في حته تانية. الا بقى لو عايزينها بيزك خالص فاعملوها زي ما انا عملتها معاكم قبل كده. بس اضافه الذره دي لسلطه التونه لا اضافه تحفه بصراحه. عديت ويلا بينا نجهز سريعا علشان ننزل نشتري الحاجات زي ما قلت لكم. انا مش هحط مرطب طالما هحط صن بلوك، بس انا مش لاقيه الصن بلوك اللي انا بستعمله اهو. انا بستعمل الصن بلوك ده بتاع بلانكي، هو بتاع بنتي بصراحه، كنت جايباه في عرض كده من بلانكي، بس هو خفيف قوي على البشره، عشان كده انا بستعمله. علشان الشمس النهارده حارقه يا جماعه، يعني بجد درجه الحراره النهارده صعبه قوي قوي، والجو حر قوي عندنا هنا. فعلشان كده هحط صن بلوك عشان بس ما اتحرقش. اسرح بقى شعر حواجبي كده لفوق علشان يبقى شكلها مهندم. انا بحس انه الحواجب هي شكل حواجبك هو اللي بيحدد شكلك عامه. بعد كده بقى احط التنت ده من بريتي وومن، خطير يا جماعه، بس لازم في نفس الدقيقه اللي تحطوه فيها تدمجوه بسرعه. فكده وبسرعه تدمجوه. لونه بيبقى ناتشرال قوي. بصوا علق يعني كمان انا بسرعه وبرده علق، فهو دي مشكلته الوحيده. بس ده كده شكله بعد ما حطيته. هرسم بس شفايفي سريعا كده بالليب لاينر ده، سالتوني عليه كتير في الريل اللي انا كنت منزلاه وانا بعمل ميك اب عيد ميلادي. ده برده من بريتي وومن شفايفي. وهحط الليب جلوس ده من ساندرا. انا طبعا ببص هنا عشان المرايه قدامي. بس كده لبست السود دي. السود دي يا جماعه نصيحه ليكم، انا كنت دافعه فيها مبلغ وقدره، بس هي فيها الاستراس ده، فاي حاجه فيها الاستراس ده ما تشتروهاش لانه بدا يقع، وطبعا خلى شكل السود بشع. مش هحط حاجه غير كده. هروح بقى الف الطرحه سريعا ويلا. دولت كام؟ بشوفه بحسبهم. رجعت من بره، فتعالوا اوريكم انا جبت ايه. اول حاجه قلت لكم ان انا عايزه اجيب مايو لبنتي، فاشتريت يا جماعه المايو ده كده شكله
هفتحه لكم دلوقتي واوريكم. هو الخامه بتاعته حلوه قوي والالوان بتاعته كمان تحفه. ده كده شكله، هو برضو بينزل منفوش كده او بسكيرت وتحتيها شورت زي ده. وده كده شكله يا جماعه، والخامه بتاعته حلوه قوي قوي. بقى لقينا المحل كان عامل عروض على الهدوم الصيفي فاشتريت لها اول حاجه الطقم ده كده البلاوز بتاعته، ده شكلها خطيره ومرسوم عليها فراشات كده تحفه، وجاي معاها السكيرت التحفه دي. شايفين الخامه بتاعتها حلوه قوي قوي، ومن الخامات اللي بتبقى طريه قوي دي على جسم الاطفال، فحلو قوي. اشتريت كمان الفستان التحفه ده، بيبقى عليه فيونكه كده، وده هتسافي بيه بكره ان شاء الله لانه خفيف قوي وخامته حلوه قوي. دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها لبنتي زي ما قلت لكم. تعالوا بقى اوريكم انا اشتريت ايه. هناخده معانا هناك الشاي. بصوا في الكيسه دي اول حاجه اشتريت. بصوا انا بوريكم الحاجات سريعا عشان بصراحه ما عنديش وقت ولسه ما جهزتش الشنطه. اول حاجه اشتريت توست. الفرق بين النوع ده والنوع ده ان ده بالحليب ده لا. بعد كده اشتريت بقى الشيبسي، وبعد كده اشتريت المعمول ده بتاع ابو عوف اللي هو بالفراوله، وريتهولكوا قبل كده في المشتريات، طعمه تحفه. اشتريت بقى يا جماعه جبن لانشون بيف وجبنه رومي، طبعا دي حاجتي وحاجه مامتي. واشتريت بسكوت شوفان من السوبر ماركت علشان لو اضطريت على البول او بنتي جاعت في اي وقت يبقى معايا حاجه كده سناك احتياطي. واشتريت كمان الكوفي شيك دي بتاعت مزارع دي هشربها دلوقتي عادي. رحت بقى كمان اوكازيون واشتريت منهم حاجات. هفتح كده الاكياس سريعا. حاجه اشتريت الزبادي دي، ودي من ماركه اسمها لبنيتا، وكانوا 5 وواحده عليهم مجانا وكان سعرهم حلو قوي. بعد كده اشتريت ازازتين لبن عشان ناخدهم معانا هناك، عشان لو عايزين نعمل بقى نسكافيه ايس كوفي اي حاجه. كوكتيل وواحده برتقال وواحده مانجا، واحلى عصاير تشربوها اللي هي بتبقى معلبه دي، العصاير بتاعت دومتي. اخر كيسه معانا اشتريت برضو السناك ده من شركه اسمها كورونا، هو سناك صحي ووريتهولكوا قبل كده، مخبوز غير مقلي وفيه سعرات حراريه اقل وبالشوفان وبدون الوان صناعيه وبدون نكهات صناعيه. فده برضو هاخده سناك علشان لو بنتي شافت اطفال بياكلوا شيبسي او اي حاجه ابقى اديها ده برضو في ايدها عشان حرام تبقى زيهم. واشتريت باكيت الشاي ده عشان ناخده معانا الشاليه. واشتريت كمان العصاير اللي هي بالتفاح الصغنونه قوي دي. واشتريت النسكافيه ده اللي انا وريتهولكوا في السوبر ماركت. يا جماعه دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها. هروح احط بقى كل حاجه محتاجه تتحط في التلاجة، وبعد كده هنجهز الشنطه مع بعض. الحاجات اللي بتعطل الواحد. الساعه دلوقتي 10 بالليل وانا مسافره بكره ولسه ما جهزتش الشنطه. بس الفستان ده للاسف الشديد طلع ضايق على بنتي قوي، مش راضي يدخل فيها. فانا طبعا هروح ارجعه تاني واجيب مقاس منه اكبر. انا ما اعرفش، انا عندي مشكله بجد في اختيار المقاسات للاطفال او لبنتي بالذات. ما بعرفش، دايما بجيب لها يا اما هدوم صغيره قوي يا اما هدوم كبيره قوي، فانا مش عارفه اعمل ايه. فطبعا هروح ارجعه وبعد كده هاجي اجهز الشنطه بقى. عندي معركه بسيطه جدا في المطبخ، هلمع كل حاجه واشيل الحاجات دي كلها من على الرخامه، وهلمع الرخامات كويس قوي عشان اقفل المطبخ قبل ما امشي. بس اوريكم المنظم بتاع الاكسسوارز ده، كنت شاريه من على نون، كان سعره تقريبا 80 جنيه. ده كده شكله بيبقى ليه سوسته بيتقفل بيه، وده شكله من جوه اول ما تفتحوه هو كده فاضي. هوريكم برده شكله لما احط فيه الاكسسوارز، حلو قوي، هيرتب معاكم كل الاكسسوارز اللي انتم محتاجين تاخدوها، بينفع قوي لو انتم مسافرين. كده يا جماعه شكله بعد ما حطيت فيه الخواتم والاكسسوارز. طبعا نص الاكسسوارز بتاعتي ضايعه ومش لاقياها دلوقتي، فهنستكفى بده وخلاص. بس بتاعه الايس كوفي اللي انا جايباها دي علشان افوق شويه، لان انا بدات اهبط ولسه ما عملتش اي حاجه. يلا بينا بقى ناخدها ونروح على الشنطه. هما يومين صد رد انا بينا بقى يا جماعه نحضر الشنطه. وبصراحه انا مش هاخد حاجات كتير خالص، يعني انا الهدوم اللي انا لسه مصورها لكم دي انا اخدت نصها بالظبط، لانه مش عايزه اشيل كتير ومش عايزه اخد اكتر من شنطه ومش عايزه يبقى معايا اكياس او شنط كتير. فعلشان كده نقيت كذا طقم كده. وبصراحه انا مش رايحه عشان البس ومش رايحه عشان اتشيك، انا رايحه علشان افصل بجد. ففي ناس بتكون رايحه تسافر مثلا علشان تتصور، بتحب تتصور هناك، تعمل اوتفيتس مختلفه، ما اعرفش ايه، تتصور بكذا مايو. انا مش كده ابدا. انا لما بحب اكون في مكان بحب استمتع بيه وما باخدش بالي قوي بقى من اوتفيتس والحاجات دي. المهم يعني فانا اخدت كام حاجه كده، واخدت برضو المايوهات واللبس اللي انا شاريه لبنتي جديد اخدته، واخدت بيجامه واحده بس، ما اخدتش اكتر من كده. واخدت كمان المايو واللبس الجديد اللي انا جايباه لبنتي وبس كده. طبعا الجزء التاني حطيت فيه برضو البشكير بتاع بنتي ولبس جوزي، بس انا طبعا ما صورت. بس كده يا جماعه دي التجهيزات اللي انا بعملها للمصيف. استنوا ان شاء الله الفلوج الجاي هيبقى فلوج السفر. باي باي.